السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض كيكه البرتقال الجميله جدا الهشه القطنيه الجميله جدا، وطبعا معاها صوص البرتقال اللي عملناه مع بعض السنه اللي فاتت، وبصراحه من جماله حبيت ان انا انفذه تاني معاكم السنه دي. البرتقال مال السوق، يلا بينا نسمي الله كده ونجيب برتقال ونعمل احلى واجمل كيكه ممكن نعملها، واقول لكم على ايه العيوب اللي موجوده فيها وايه اللي انصحكم انكم ما تضيفوهوش للكيكه واحنا مع بعض في الفيديو. لايك وشير وسبسكرايب حبايبي، يلا نسمي الله ونصلي على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وبسم الله. معايا طبعا كمية برتقان محترمة كده، غسلينها وشاطفينها كويس جدا. البرتقان بتاعنا اللي هو البرتقان البصرة، طبعا البلدي لسه مش متوفر قدامي كتير، فانا جبت ده عشان انفذ معاكم الوصفة. اول حاجة هنا معايا على البلانش او الكاتن بورد، وابدأ ان انا معايا مبشرة، وهبدأ ان انا ابشر في الاتجاه الصغير خالص ده البرتقال من بره. يعني انا عايزه اخد الطبقه اللي هي لونها برتقالي وبس، مش عايزه اوصل للطبقه البيضه اللي موجوده خالص، لان طبعا لو اخدناها معانا هتمرر معانا ومش تبقى كويسه تماما. زي ما شايفين مع بعض كده، وزي ما بقول لكم مهم جدا ما نوصلش للطبقه اللي بتكون تحت الطبقه الخارجيه دي. تمام يا حبايبي؟ تمام. هبدأ ان انا اكمل الكمية كلها. عايزة اقول لكم ان بشر البرتقال ده رهيب، هنستخدمه في الكيكة، ونقدر نحتفظ بالكمية الباقية منه في علب كده، عبوات او برطمانات في الفريزر، هتنفعنا جدا. هنا ببدأ ان انا قشرت البرتقال بقى، وهقول لكم على طريقة حلوة خالص لتقشير البرتقال. دي كده وحدة قشرتها يعني معاكم، وهوريكم بنعمل ايه. الطريقة دي حلوة جدا وبتسهل كتير. ببدأ ان انا اقطع طبعا الجزء اللي من فوق ومن تحت، وهعمل زي خطوط طولية في البرتقالة كلها معايا بالشكل ده. ده بيسهل عليا اكتر. ممكن طبعا ناخدها داير ما يدور على طول على البرتقالية ونقشرها كده، تمام. لكن الطريقة دي سهلة وبسيطة، حتى لو تعلميها لأولادك هيتبقى سهلة خالص معاهم. شايفين معايا بالشكل ده؟ مهم ما نوصلش لقلب البرتقالية من جوه. هبدأ ان انا اقطع هنا البرتقال على شرائح، مش عايزاه تكون رفيعة قوي ولا سميكة قوي. الاحرف بتاعتها سواء الجزء اللي من ورا او من قدام، دول بنستبعدهم، يعني مش بنستخدمهم لانهم بيكونوا مش متساويين، او كمان بتبقى شرايح رقيقة. باخد الاجزاء اللي من جوه. شايفين شرايح ما شاء الله يعني ممتازة جدا. السمك بتاعها زي ما وريتكم كده، شفناه مع بعض. ما شاء الله كده تمام. وجهزت الشرايح بتاعة البرتقال وجاهزة معانا، تمام. يلا بينا مع بعض نعمل الكيك. معايا في الخلاط وهنزل فيه بأربع بيضات. طبعا درجة حرارة الجو الطبيعي بتاعنا أي حاجة بنستخدمها للكيك. ومعايا هنا كيس من فانيليا البرتقال، بصراحة كانت جميلة جدا. شفتها في السوبر ماركت. الكيس ده ما شاء الله حجمه 5 جرام. طبعا الفانيليا العادية بتاعتنا هوريها لكم دلوقتي بتكون وزنها 2 جرام. يعني دي تقريبا الفانيليا التانية اللي هي بالبرتقال بحجم العادية بمرة ونص كمان. فبصراحة يعني الكمية بتاعتها ممتازة. انا حبيت هنا ان انا اضيف كيس من الفانيليا البرتقال وكمان من الفانيليا العادية، وبضيف هنا كوباية ونص من السكر الحبيبات الابيض. يعني يفضل ان احنا نستخدم الابيض مش الغامق. كوب الزبادي الاساسي معانا دايما في كل كيك، بيطري الكيك جدا وبيخليه لونه فاتح معانا جدا، ممتاز بصراحة. معايا نص كوباية من ربع كوباية من الزيت، ونص كوباية من السمنة. تقدري تخليها كلها زيت، مفيش مشكلة خالص. معايا هنا بقى هاخد معلقة صغيرة من بشر البرتقال اللي احنا بشرناه. بصراحة بينكه جدا جدا وبيدي طعم مميز جدا. باقي الكمية نقدر نحتفظ بيها في الفريزر وقت ما تحبي تعملي كيك يكون جاهز معاكي. وبعد ما خفقنا كل المكونات في الخلاط بالشكل ده واخدنا الفوم المحترم جدا، طبعا تمام. ودايما زي ما متعودين مع بعض، نفس الكوبايه اللي بنستخدمها في اي حاجه هي بنستخدمها في كل مقدار الكيك. في البوله نزلت بالخليط السائل كله اللي كان في الخلاط، وعليهم ب3 كوب دقيق. طبعا الدقيق بتاعنا منخول وجاهز وتمام. عليه بكيس من الكيك شيف او البيكنج باودر، مفيش مشكله خالص. تمام. ومعايا طبعا ذره الملح السنه بتاعتنا اللي مش بنستغنى عنها ابدا، وكمان بتعادل معانا الطعم جدا. وابدأ ان انا اقلب المكونات بالراحة خالص وفي اتجاه واحد زي ما متعودين مع بعض في اي كيك.
طبعا هنحس ان الخليط بتاعنا بيبقى تقيل معانا وبيتقل، اكيد طبعا محتاجين نزود سوائل. في المرحلة دي هنقدر يا اما نزود حليب او نزود مية او نزود عصير برتقال لو انت عندك، مفيش مشكلة خالص. وبنضيف السوائل بالتدريج طبعا علشان ما نزودش مرة واحدة نلاقي الخليط معانا سايل بزيادة. انا ضفت نص كوباية وهحتاج اضيف النص التاني كمان. زي ما شايفين مع بعض الحليب بتاعي بيكون دافي، وعايزه اقول لكم رجعت زودت ربع كوبايه كمان، يعني اخدت معايا حوالي كوبايه وربع. معلقه الخل اللي مش بننساها ابدا، دي بتخلي معانا الكيك هش وجميل جدا وبتفتح معانا لون الكيك وكمان محسن هايل. معايا الصينيه اللي هنستخدمها دي صينيه كبيره اللي مقاسها حوالي 28 او 30، يعني المقدار ده تقدري تستخدميه في صينيه 28 او 30 هيكون ممتاز معاكي، وتقدري في صينيه 26 كمان. طبعا دهنت كده الورق الزبدة ودهنت القاع كمان بالسمنة، وكمان بدرتها بالدقيق وهديها رشة من السكر البودر. الخطوة دي مهمة جدا وبتخلي معانا الكيك من القاع لونه فاتح جدا وممتاز زي ما شفنا مع بعض في بداية الفيديو. ببدأ ان انا اوزع شرايح البرتقال بالشكل ده. طبعا هنا ما كانش يقضى معايا كمية البرتقالتين فعملت كمان واحدة علشان تكفي معايا. نزلت بالخليط بالشكل ده معانا، ولازم نديله كده كام تخبيطة محترمة، لازم طبعا عشان فقاعات الهواء اللي بتدخل واحنا بننزل الخليط، وبالخلة كده او بالستيك ببدأ ان انا امشي على الخليط بتاعي تمام. بس لازم الخبطتين مهمين جدا يا بنات. هندخل الفرن على درجة حرارة 180، هياخد معانا حوالي 40 دقيقة ويطلع اللهم بارك زي ما احنا ما شايفين احلى كيك. بنختبره بالخلة، وطبعا لو طلعت نظيفة معانا يبقى خلاص تمام، طلعت فيها عجين، وده بنختبره من وهي في الفرن. لو فيها عجين بنسيبها كمان 5 دقايق. طلع معانا ما شاء الله نظيفة وتمام وما فيهاش اي حاجة تماما. هبدأ ان انا اقلب الكيك، لان طبعا لازم نشوف البرتقال من القاع زي كيك التفاح بالظبط. علشان كده احنا للأمان اكتر سيبنا ورقة الزبدة في القاع تمام. لو احنا بنعمل كيك عادي مش بنحتاج خالص ورق زبدة. شايفين بقى اللهم بارك، يعني المنظر حلو جدا يفتح النفس جدا. وهقول لكم دلوقتي مع بعض واحنا بنكمل ايه الحاجة اللي فيها عيب اللي قابلتني في الكيك ده. بس عايزة اوريكم طراوة الكيك رهيبة، حرفيا احلى كيك. المقادير مظبوطة جدا صح جدا، جربوها دايما ان شاء الله، يعني هتعتمدوها على طول. تعالوا بقى مع بعض نجهز احلى واجمل صوص حرفيا ممكن تعملوه. معايا في كسرولة كده صغنونة، وانزل بكوباية ونص من عصير البرتقال. طبعا العصير ده متصفي تماما مفيهوش اي شوائب خالص تماما. عليهم بمعلقتين كبار من السكر الحبيبات، معلقة كبيرة من النشا، وعايزة اقول لكم وكمان هاخد نقطتين من اللون اللي هو الاصفر ده. لو عندك البرتقالي زي ما استخدمناه قبل كده مفيش مشكلة خالص. بدوب كله على البارد زي ما بنعمل في المهلبية بالظبط. ودلوقتي شغلت عليه النار وببدأ مع التقليب المستمر طبعا عشان ما يعملش معايا اي تكتلات. عايزة اقول لكم انا ضفت كمان قبل الغليان بشوية حوالي ربع معلقة من النشا كمان، يعني على المقدار كوباية ونص دي في معلقة هرمية مليانة من النشا. كده خلاص تمام وبقى جاهز معايا احلى صوص. معايا هنا بقى الكيك ونقطعها سوا، اللهم بارك، يعني فظيعة بصراحة. اظن واضح معاكم الهشاشة بتاعة الكيك عاملة ازاي، ما شاء الله عليها. كيكة لونها جميل جدا فاتح، هشة، طرية جدا جدا، اسفنجية خالص، ما شاء الله. شايفين معايا طعمها حلو قوي بصراحة. هنبدأ هنا بقى. انا عايزة ادوق من الكيك. انا بصراحة بحب الكيك جدا وهو سخن، يعني مجرد ما يبرد لا ماليش فيه. احبه جدا وهو سخن كده رهيب بصراحة. عايزة اقول لكم بقى ان الكيك تحفة ومفهوش اللهم بارك ولا غلطة. كمان الصوص بتاعنا رائع جدا وقمر جدا جدا وانصحكم بيه. لكن شرايح البرتقال اللي موجودة على الكيك بصراحة هي اللي يمكن استغربتها شوية، صدمتني اكتر، حسيت فيها بسنة مرارة مش عجبتني. فمش عارفة ده كان عندي انا ولا ممكن التجربة تبقى احسن عند حد تاني، مش عارفة. لكن بصراحة انا لما هنفذها تاني هنفذ الكيك والصوص، لكن بعيدا عن البرتقال خالص الشرايح اللي احنا ضفناها. دي كده بكل امانة لكل اللي حابب يجرب، علشان مش تجربوها وتلاقوا فيها حاجة او يبقى الطعم مختلف في البرتقال تقولوا امنية عملتها وقالت انها ممتازة.
لا انا بقول لكم ان الكيك رائع. تابعوا مقادير الكيك كويس جدا مظبوطه، وكمان الصوص ممتاز ممتاز، لكن شرايح البرتقال هي اللي مختلفه شويه، يعني مش كانت افضل حاجه بالنسبه لنا. اتمنى يا رب يكون فيديو النهارده عجبكم حبايبي. لو عجبكم ما تنسونيش باللايك واشتراك في القناه. اشكركم جدا وبحبكم في الله، والسلام عليكم.